فأنت يا أيها الإنسان إذا أعرضت عن أمر ربك عز وجل وتركته وراءك ظهريا وعصيت الله ولم تقم لدين الله عز وجل وزنا لا في قلبك ولا على أرضك، فأنت مساهم في هذا الخور وهذا الجبن وهذا الوهن الذي نراه اليوم. لذلك هذا الشعور الذي تشعر به الآن وأنت تنظر إلى هذه المآسي التي حلت بإخواننا في غزة، إن لم ينعكس عليك وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله فلا خير في هذا الحزن. مع الأسف نحن نعاني من تأقيت التأثير، تأقيت المشاعر. إذا حدثت للمسلمين أزمة اهتم الناس برهة من الزمن وتفاعلوا معها شعوريا أياما قليلة، فإذا ما خفتت الأخبار ووضعت في الحرب